ما يرسل. انا بقول لك كده يا نهى، انا بقول لك كده واضح وصريح. انتم المحافظ مش قاعد في برج عاجي، المحافظ في مكتبه، تستطيعوا انكم تقولوا له انا عايز اقابلك علشان خاطر انا ليا مظلمه او شكوى من انك انت قابلت فلان، كان ايه سبب المقابله؟ ما بيقابلش حد. تاني يعني حضرتك لو سمحت ما استهزأش كده. احنا وقفنا تحت مكتبك اكتر من واحد عشان نقابل حضرتك في ميعاد معاك واترزعنا بره تحت كده كلنا مهندسين. نقف نترمي تحت المكتب ليه؟ احنا هنسمع الكلام ده لانه من حقك انك تقوله. لو انت بس تهدى ايه ده؟ مفيش حاجه كده. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، هذه العصبيه احيانا بتضيع الحق. ليه بتضيع؟ يعني انا حد مثال، احنا في قضيه الشهداء جئنا من القاهره منذ حوالي عام مع الاستاذ جورج اسحاق، وكان معانا نقيب محامين مصر علشان خاطر نبدا ناخد اجراءات التقاضي، ولم يسمح لنا بمقابله اهالي الشهداء. مجموعه كانت من نرفزتها منعت ان احنا نقابلهم وطلبوا. يا دكتور احمد، ان حضرتك لما لعبنا في حاجه سنه ثانيه كان لازم يكون بيننا وبينك قرار بقى مش مستنيين نقابه او محامين خلونا نعرف مقدمتنا على سعادتك. معلش مع احترامي للاستاذ جورج اسحاق وحضرتك، كان المفروض تطلبنا احنا نيجي نقعد مع حد لو في الشارع. انا اسف انت تكون غلطت، لكن وقفنا ليه طبعا الاولانيه؟ يعني كان بنقاطع بعد اذنك يا دكتور احمد، عاوز حضرتك احنا فوقك في قضيتنا، واحنا لا نسمح ان نقلل في قضيه اولادنا ولا انت هترضى حد. وكانت مساومه، يا اما شهداء يا اما نحضر الى القاهره، ورفضنا لان دماء اولادنا عسكر وكل شيء. أولادنا توفوا من رحمة الله، هؤلاء المصابين من ينظر إليهم وهم المعذبون في الأرض. طلبنا من السيد المحافظ وتوجهنا له طبعا معاه على اساس يدي قرار القرار الديمقراطي، يعني هندي الكلمه الاقصى يعني ندي